أصدقائي العرب من كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة قصص وحكايات. وحكايتنا اليوم بعنوان قرية البخلاء، سر البيوت التي تخشى الضيوف. إلى المقدمة. حيث يقاس الهواء بالقطرات والخبز بالنظرات، توجد قرية غريبة يهمس عنها العابرون ولا يجرؤون على دخولها. يقولون إن أهلها لا يبتسمون، لا يطعمون، ولا يسقون أحدا سوى أنفسهم. لكن في ليلة من ليالي الصحراء اقترب منها 3 رجال لا يعرفون أن ما ينتظرهم ليس مجرد بخل بشري، بل لعنة عمرها 100 عام، حولت الرحمة إلى خطر والعطاء إلى موت. هذه هي حكاية قرية البخلاء، حيث الطعام يقدم بلا طعام، والماء يباع بالنظرات، وحيث سيكتشف الغرباء ال3 أن بعض الجوع ليس في البطون بل في القلوب. حكاية 3 رجال ضاعوا بين جدران البخل والغرابة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، ويلا بينا على الحكاية. في مساء رمادي ثقيل، كانت الشمس تموت ببطء خلف الكثبان عندما ضل 3 رجال طريقهم وسط الصحراء. الأول إبراهيم، تاجر جوال لا يعرف الخسارة إلا في الكلام. الثاني مراد، شاعر هائم يرى في كل شيء قصيدة حتى في العطش. أما الثالث فهو نادر، رحالة عاش عمره يبحث عن قرى لم تذكر في الخرائط. سار ال3 في صمت طويل، حيث لمحوا عند الأفق أضواء خافتة تشبه الوميض. قال إبراهيم وهو يبتلع ريقه الجاف: أنوار قرية، لعل فيها ماء وطعاما، فقد كدت أرى الرمال حساء والهواء رغيفا من شدة العطش والجوع. اقتربوا، فإذا بقرية صغيرة يلفها السكون، بيوتها طينية متلاصقة كأنها تتعانق من شدة الخوف. وعند البوابة الخشبية وقف شيخ نحيل يشبه عصا المكنسة، يحمل فانوسا خافت الضوء. قال بلهجة حذرة: من أنتم؟ وماذا تريدون من قرية البخلاء؟ تبادل الرجال النظرات. أجاب نادر مبتسما: نحن ضيوف ضلوا الطريق، نطلب مأوى ولقمة حتى يطلع الفجر. تنهد الشيخ تنهيدة طويلة تشبه صوت باب يئن، ثم قال: أهلا بالضيوف. لكن صوته كان يحمل شيئا بين الترحيب والتحذير، وكأن الكلمة خرجت من فمه مجبرة. دخلوا القرية ولاحظوا أن كل بيت مغلق بإحكام، حتى الكلاب لم تنبح والقطط تراقبهم بعين خائفة. قادهم الشيخ إلى بيت صغير عند طرف القرية وقال: هذا بيت الضيافة، تنامون فيه الليلة، سأرسل لكم العشاء بعد قليل. جلس ال3 على حصير بال يتهامسون بين الحين والآخر. مرت ساعة، ساعتان، لا أحد جاء ولا عشاء حضر. قال مراد متندرا: ربما يطبخون الوقت على نار هادئة. ضحك إبراهيم وقال: أو لعلهم يقدمون الهواء مطبوخا مع قليل من الصمت. في تلك اللحظة فتح الباب ببطء، ودخل صبي يحمل صحنا مغطى بقطعة قماش. اقترب بخطوات حذرة ووضع الصحن أمامهم، ثم فر هاربا قبل أن ينطق أحد. كشفوا الغطاء، فإذا بالصحن فارغ تماما إلا من رائحة بعيدة تشبه أثر طعام قديم. نظر الرجال إلى بعضهم بدهشة، فقال إبراهيم: ربما أكلوا الطعام وهم في الطريق إلينا.
ضحكوا ضحكا عصبيا، لكنهم أدركوا أن في الأمر شيئا مريبا. قرروا الخروج للبحث عن أحد يفسر لهم هذا الجنون. في الصباح ذهبوا إلى السوق، فإذا به أغرب سوق رأوه في حياتهم. الأكشاء مليئة بالثمار، والمحلات مليئة باللحوم والخبز، لكنها، وهذه هي المفاجأة، لكنها مغطاة بزجاج سميك لا أحد يلمسها. الناس تمر أمامها وتنظر بشغف، ثم تمضي دون أن تشتري شيئا. اقترب إبراهيم من بائع يجلس خلف كومة البرتقال. قال له: كم سعر الكيلو؟ أجابه الرجل دون أن يرفع رأسه: السعر 3 نظرات. قال إبراهيم متعجبا: نظرات؟ أجابه البائع بجد: نعم، تنظر إلى البرتقال 3 مرات ثم تمضي. الشراء ممنوع. تقدم مراد نحو كشك الخبز وسأل المرأة التي تبيعه: أما عندكم خبز للأكل؟ قالت ببرود قاتل: نحن نخبزه للعرض فقط، الجوع عندنا أمر شخصي. ضحك الرجال الثلاثة ضحكة يائسة، فكل شيء في القرية كان يعرض ولا يستهلك، يرى ولا يلمس. ما هذه القرية وما هذه الغرابة؟ تابعوا معي أصدقائي، إنها قرية غريبة حقا. مع غروب الشمس قرروا المبيت مرة أخرى في بيت الضيافة، لكن حين عادوا وجدوا على الباب لافتة كتب عليها بخط كبير: النوم ممنوع بعد الغروب للغرباء. حاولوا الدخول، فإذا بالأبواب موصدة من الداخل، والبيوت من حولهم أغلقت نوافذها كأن الليل وباء. قال نادر وهو يشعل مصباحه: هذه ليست قرية بخيلة، بل قرية مذعورة. جلسوا في الساحة القديمة يتدفؤون بنار صغيرة، وفجأة سمعوا صوت خطوات خلفهم. كان الشيخ الأول الذي استقبلهم يقترب ببطء وفي يده كتاب قديم. قال بصوت مرتجف: أنتم لا تعرفون ما تفعلون، لو نمتم هنا لن تستيقظوا كما أنتم أو كما كنتم. اقترب إبراهيم وقال: ما الذي تخافون منه؟ ولماذا هذا البخل؟ تنهد الشيخ وقال: ليس بخلا يا ولدي، بل نجاة. جلس الثلاثة حول الشيخ والليل يثقل بظلامه. فتح الشيخ الكتاب وقال بصوت خافت: منذ 100 عام مر بهذه القرية. هنا أصدقائي الشيخ يحكي قصة القرية ولغزها أيضا. فقال: منذ 100 عام مر بهذه القرية رجل غريب عطشان جائع، فأكرمه أحد أهل القرية بإناء ماء ورغيف خبز. في الصباح وجد المضيف ميتا، وجهه ذابل كمن نزف روحه. توقف الشيخ لحظة ثم تابع: ومنذ تلك الليلة كل من يعطي شيئا لغيره يفقد جزءا من عمره وحياته، شيئا فشيئا حتى يتلاشى. فاختار أهل القرية البخل ومنع الضيوف ومنع الضيافة ليعيشوا ويحافظوا على حياتهم. ساد الصمت. نظر مراد إلى نادر وقال: إذن هم لا يبخلون، إنهم يخافون الموت. قال إبراهيم بحنق: لكنهم ماتوا وهم أحياء، ما فائدة العيش إذا صار العطاء لعنة؟ اقترب نادر من الشيخ وسأله: هل حاول أحد كسر هذه اللعنة؟ قال الشيخ: كثيرون، لكنهم جميعا اختفوا. نظر الثلاثة إلى بعضهم واتخذوا قرارهم دون كلام: سيكسرون اللعنة ولو ماتوا وهم يحاولون. إنها الشجاعة والمروءة. في الصباح اجتمع الرجال الثلاثة في ساحة القرية. نادوا الناس من النوافذ: أيها الناس، جئنا نكسر لعنتكم.
أخرج إبراهيم من حقيبته كيسا من الدقيق، ومراد أنشد شعرا عن الكرم. أما نادر فأشعل نارا وأعد خبزا حقيقيا أمام الجميع. اقترب الناس بخوف، لكن رائحة الخبز أيقظت فيهم شيئا قديما، شيئا يشبه الحياة. ناول نادر أول رغيف لطفل صغير، فصرخت أمه: لا تفعل، سيموت. لكن الطفل أكل ولم يحدث شيء، ثم أكل آخر، ثم ثالث، وبدأت الوجوه تشرق بالدهشة. صح الشيخ باكيا: انتهت اللعنة. صفق الناس وبدأوا يوزعون الطعام والماء لأول مرة منذ قرن. لكن حين التفتوا إلى الرجال الثلاثة وجدوا أن نادر الرحالة اختفى. سأل إبراهيم والدموع في عينيه: أين ذهب؟ قال الشيخ: ربما كان هو الغريب الأول الذي لعن قبل 100 عام، وجاء ليكمل الدائرة وينهيها. ارتفع الغبار حولهم، وكأن الريح تودع صديقا قديما. وفي الأفق لمحوا ظل رجل يمشي بين الرمال، يبتسم ويحمل في يده ملعقة فارغة. وختاما، هكذا انتهت قصة قرية البخلاء. قرية ظن الناس أنها بخيلة، لكنها كانت فقط خائفة من العطاء. وأحيانا يحتاج الناس لمن يذكرهم أن الكرم لا يقتل بل يحيي. أصدقائي، انتهت الحكاية، وانتظرونا في الحكاية الجاية. طابت أوقاتكم.